ايه الوضع الوحيد اللي تضمن من خلاله ان خصمك ما يشكلش اي خطر عليك؟ في القتال المقاتلين بيستخدموا الزوايا المختلفة عشان يشكلوا نقط ضعف على خصمهم، من خلالها يقدروا ان هم يسببوا ضرر على الخصم ويقللوا فرص الخصم ان هو يمثل خطر عليهم، زي مثلا السايد كنترول او التحكم الجانبي. بس في كل وضعية في طرق الانسان طورها عشان يقلب الهجوم بتاعك لصالحه ويقدر من خلالها ان هو يهاجمك. لكن في وضعية واحدة بس تكسب الكل، تقدر ان انت تهاجم خصمك بس هو ما يقدرش يهاجمك. الوضعية دي هي الهجوم من الظهر. دراعات البني ادم معمولة عشان تهاجم وتدافع لقدام وللجنب، الاتجاهين دول بس، لكن عمرك ما تقدر تزق واحد من ظهرك. نفس الكلام للرجلين، الرجلين تقدر ترفس لقدام، تقدر تستخدم الركب للجنب، لكن ما تقدرش ان انت تستخدمها لو حد من ظهرك. الفكرة كمان ان انت لو بتهاجم الظهر انت بتهاجم اضعف نقطة في جسم الخصم عامة، الا وهي الرقبة. فلو مثلا كسرت دراع خصمك ممكن يكمل ويقاوم ويستمر في القتال بعدها، لكن لو خنقته مش هيكون قادر ان هو يقاتل عشان هيكون نام. فلو اتعلمت ازاي تهاجم من الظهر صح انت من اخطر المقاتلين. وبالمناسبة خليك متابعني عشان الاسبوع الجاي هينزل حاجة مهمة.